السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف واللي ولا كيتكرر بزاف في النقاشات، الدورات التكوينيه ولا حتى في المشاريع ديال الشباب. وهذا الموضوع هو شنو هي المقاوله. بزاف ديال الناس كيتسناو يسمعوا هذه الكلمه، بغيت ندير مقاوله، كنخدم في مقاوله، الدوله كتدعم المقاولات. ولكن واش بصح كنفهموا المعنى الحقيقي ديالها؟ واش المقاولة هي غير محل كيتباع فيه شي حاجة، ولا شركة كبيرة، ولا كاينة شي حاجة أعمق من هكا؟ في هذا الفيديو غادي ناخذ الوقت باش نفسروا بالتفاصيل شنو هي المقاولة بالضبط، مناش كتكون، وشنو الدور ديالها في المجتمع والاقتصاد. خليكم معايا للنهاية وغادي تخرج إن شاء الله بفكرة واضحة، وممكن حتى تلقى الحافز باش تكون نتا ولا انتي مقاول ولا مقاولة ديال الغد. يلا مستعدين؟ نبداو على بركة الله. المقاولة هي واحد النشاط اقتصادي كيكون الهدف ديالو هو الانتاج او تقديم خدمات، وهذا الشيء بطبيعة الحال كيكون الهدف ديالو انه يحقق الربح. المقاولة ماشي غير بلاصة كيتجمعوا فيها الناس باش يخدموا، ولكن هي منظومة كاملة كتشمل تنظيم وتسيير وتخطيط باش توصل لأهدافها. كاين انواع كثيرة ديال المقاولات، كاين اللي كيخدم في التجارة، كاين اللي كيخدم في الصناعة، وكاين اللي كيقدم خدمات بحال نقل الإعلاميات أو لا السياحة. المقاولة كتبدا غالبا بفكرة، وملي كتكون الفكرة زوينة وممكن تطبق، كيولي خاص صاحبها يدير دراسة الجدوى ويشوف شحال غادي يكلفو المشروع، شكون الزبناء اللي غادي يستهدفهم، وشنو الطريقة باش يوصل ليهم. من بعد كيجمع راس المال، اما من عنده او كيطلب تمويل من عند البنك، ولا كاين اللي كيدير شراكة مع ناس اخرين. التسيير ديال المقاولة راه ماشي سهل، خاص يكون فيه تخطيط محكم وتنظيم مزيان. المسؤول اللي غالبا كيتسنى المدير العام خاص يعرف كيفاش يسير الفريق، كيفاش يتصرف في الموارد، وكيفاش يتعامل مع المشاكل اللي كتوقع يوميا. وحتى كاين الجانب القانوني، حيت كل مقاولة خاصها تكون مسجلة عند الدولة وتخلص الضرائب وتحترم القوانين اللي كتنظم الشغل. المقاولة كتلعب دور كبير في تنمية الاقتصاد، حيت كتخلق مناصب شغل وكتساهم في رفع الدخل وكتشجع على الابتكار والمنافسة. وكاينين دابا بزاف ديال المبادرات اللي كتشجع الشباب باش يديروا مقاولة ديالهم خاصة بهم، وخصوصا في المجال الرقمي والابتكار. المقاولة في المعنى العميق ديالها هي وحدة اقتصادية مستقلة تقوم بواحد النشاط اللي هو معين، سواء إنتاجي، تجاري، خدماتي، أو حتى في الميادين الحديثة بحال التكنولوجيا الحديثة. وهدفها الأساسي هو توليد قيمة مضافة وتحقيق الربح على المدى المتوسط والطويل. المقاولة ماشي غير مؤسسة عندها مقر وناس خدامين، بل هي فكرة وتنظيم وتخطيط استراتيجي كتمثل واحد الكيان اللي كيتفاعل مع المحيط ديالو الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي. كتحتاج تكون عندها رؤية مستقبلية وأهداف واضحة ووسائل باش توصل لهاد الأهداف. ودابا غادي نشوفو شنو هو المكونات الأساسية ديال المقاولة. عندنا أول حاجة اللي هو العنصر البشري. الناس اللي كيخدموا في المقاولة من العمال، الإداريين، حتى المديرين، هاد الناس هما اللي كيساهموا بشكل مباشر في نجاحها والفشل ديالها. وعندنا الشيء الثاني اللي هو راس المال، اللي هو الفلوس والموارد اللي كتخلي المقاولة تقدر تبدا وتستمر. كيتقاسم ما بين راس المال المادي بحال الآلات، المكاتب والسلع، وراس المال المالي، الفلوس باش كدير الاستثمار. ودابا غادي ندوزو للحاجة الثالثة واللي هي النشاط، وهو المجال اللي كتخدم فيه المقاولة. مثلا كاين المقاولة كتخدم في الصناعة، وحدة أخرى كتخدم في الفلاحة، وحدة عاوتاني كتخدم في التجارة ولا التجارة الإلكترونية إلى غيره. دابا الشيء الرابع اللي هو الزبناء والسوق. المقاولة ما كتعيش بوحدها، خاص يكون عندها زبناء اللي كيشريو المنتجات أو الخدمات ديالها، وكتحاول دائما تفهم السوق وتطور عروض ديالها باش تبقى تنافسية. ودابا غيجي الدور ديال المقاول في المجتمع. المقاولة كتأدي دور محوري ماشي غير في خلق الثروة،
ولكن حتى في تنمية المجتمع، كتخلق فرص شغل، كتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني، وكترفع من مستوى الابتكار والجودة ديال المنتوجات. المقاولات الناجحة كتلعب دور اجتماعي، كتعاون في المبادرات، كتدعم التعليم، وكتساهم في المسؤولية الاجتماعية. والمقاولة عندها بزاف ديال الانواع. الا بغيتو ندير شي فيديو نوضحوا هاد الانواع كتبوا لي في الكومنتيرات، انا غنشوف واش الا كنتو باغيين غندير فيديو على هاد الموضوع هذا. ودابا نكملوا في الفيديو ديالي. يعني في النهاية المقاولة هي عمود من أعمدة الاقتصاد، وهي وسيلة باش الإنسان يحقق الاستقلال المالي ديالو ويخلي بصمة في المجتمع ديالو. باش تنجح خاصها تكون مؤسسة على أسس قوية، رؤية واضحة، تدبير جيد، احترام القانون، وعلاقة زوينة مع المحيط ديالها. وهكذا غنكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو اللي حاولنا نبسطو فيه المفهوم ديال المقاولة ونعطيو نظرة شاملة على الدور ديالها، المكونات ديالها، والفرص اللي كتفتحها قدام اي واحد عنده فكرة ولا طموح. المقاولة ماشي غير مشروع كتديرو باش تربح الفلوس، ولكن هي وسيلة باش تحقق الذات ديالك، تخلق فرص شغل، وتساهم في تنمية البلاد. واخا الطريق ماشي ديما ساهل، لكن اللي كيامن براسو وكيخدم بعقلو وقلبو راه كيوصل ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم اللي مهتمين بالمجال، وتخليو لنا رايكم في التعليق. شنو هي نظرتكم للمقاولة؟ واش عمركم فكرتوا ديروا وحده، ولا بصح باغيين تبداو ولكن محتاجين شويه تشجيع؟ شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع مواضيع اخرى مفيده ومليئه بالافكار. وخليو ديما الطموح ديالكم عالي، والسلام عليكم.